مساء الخير على حضراتكم. النهارده في حد من العملاء كان باعت بيسألني على حاجة. هو عميل عندنا قديم. هقرا لكم بيقول ايه. مساء الخير يا اميل، ازيك؟ انا قدامي وحدة ريسيل بسعر كويس، بفكر اشتريها بس قلقان لانها في دور اخير. انت ايه رأيك؟ اعمل ايه؟ بصوا، هو الفكرة كلها لولا اختلاف الأذواق لبارت كل السلع. يعني دلوقتي هنعرض عليكم فيديو ده واحنا بنستلم وحدة العميل، او كنا بنشوف الفيو بتاعه. آم، المكان لو شايفين في الوقت الحالي الفيو مفتوح ازاي. الفيو ده بالنسبة لنا العميل كان بيقول لي انا عايز اكتر حاجة مفتوحة، وهو في كومباوند، فاكتر حاجة تبقى مفتوحة اخترنا له وحدة بص على فيلل وعلى السور، فهو قدامه المساحة دي. طبعا دي حاجة حلوة جدا جدا. تبقى مشكلة امتى؟ في الدور الاخير لما يكون العزل فوق غير المكان مش معزول حرارة ولا معزول مية، والمكان معزول كويس جدا لان في اشتراطات بناء هناك في المكان. فالفكرة كلها هيبقى فيت جدا على طلبات العميل. والفيو اللي حضراتكم شايفينه ده برضو، في عميل بيبقى عنده فوبيا، بيخاف من المسافات الواسعة دي. لا، نختار له ايه في وقتها؟ بنختار اكتر مكان يكون يعني مثلا يكون قدامه عمارة، يكون قدامه هو مثلا دور اول، بحيث ان هو يكون يشوف لاندسكيب. فمفيش حاجة معينة نقدر نختار عليها وحدة. ولو في دور اخير، لو العزل فوقيه كويس جدا، خلاص ده بالعكس، ده انت عندك ميزة. انت كل ما تطلع فوق كل ما الهواء يبقى بالنسبة لك افضل. كل لو في دوشة في المكان تحتيك ما تبقاش واصله لك. الدنيا بتبقى مرتاحة. بس هو المهم في الموضوع المناسب ليك ومتطلباتك والمتاح ايه. لو حضرتك بتشتري الريسيل او لو في البرايمري برضو بيبقى عندنا مساحة اكبر، بس برضو اهم حاجة يكون انت اللي بريح نفسيتك. ما تنسيش تعملوا لنا فولو او سبسكرايب عشان تعرف كل جديد في السوق العقاري.